تخيل كده يا صاحبي انك واقف في وسط ميدان في بلد غريبة، ولا عارف لغة ولا عارف طريق، وفجأة يرن نوتيفيكيشن، تفتح تلاقي رسالة بتقولك: عزيزي العميل، تم استنفاذ رصيدك بالكامل، وهنبدأ نحاسبك على الميجا ب50 جنيه. إحساس مرعب، مش كده؟ طب سيبك من الرعب ده وركز معايا في سؤال وجودي غريب شوية. تفتكر ايه هو الحاجة اللي لو نسيتها في بيتك وانت مسافر ممكن تخسرك فلوسك اكتر من تمن تذكرة الطيارة نفسها؟ فكر فيها شوية وهجاوب عليك في اخر الفيديو. بس الاول خلينا ارحب بيك في فيديو جديد، ومعاكم اخوكم اللي دايما شايل هم باقتكم. النهاردة يا معلم حياتنا كلها بقت عبارة عن ايقونات صغيرة على شاشة الموبايل. عايز تاكل ابلكيشن، عايز مواصلة ابلكيشن، عايز تتجوز برضو ابلكيشن. التكنولوجيا ما خلتش حاجة، بس الاهم من كل ده هو النت اللي بيشتغل بيه الابليكيشن. تخيل حياتك من غير نت عاملة ازاي؟ زي الكشري من غير دقة، ملهاش طعم. وعشان كده النهاردة جايب لك حل سحري لمشكلة فرهدة السفر والنت، وهو تطبيق داتا اس اي ام ترافل داتا اي سيم. بص يا سيدي، كلنا بنحب نسافر نتصور سيلفي قدام البرج ونعمل ستوري ونكتب عليها عشان نغيظ الاكس. بس المشكلة الأزلية دايما هي النت. بتنزل من الطيارة من هنا وتفضل تلف زي النحلة الدايخة في المطار تدور على واي فاي مجاني، او تقف في طابور طويل عريض عشان تشتري شريحة خط محلي ويطلب منك الباسبور واسم جدتك الرباعي. او بقى الحل الكارثي انك تشغل التجوال بتاع خطك المصري وتبيع كليتك عشان تسدد الفاتورة لما ترجع. هنا بقى بيجي دور البطل بتاعنا النهاردة، داتا ايسم. التطبيق ده بيستخدم تكنولوجيا اسمها ايسم، ودي باختصار يا سيدي شريحة إلكترونية. يعني لا محتاج دبوس عشان تفتح بيت الخط، ولا محتاج تخاف إن الشريحة الصغيرة تقع منك وتضيع في سجاد الفندق. الاي سم دي مدمجة جوه موبايلك وانت بتفعلها بضغطة زرار. استخدام التطبيق ده أسهل من سلق البيض حرفيا. بتنزل التطبيق من اللينك اللي هسيبهولك في الوصف، بتفتحه بتلاقي قدامك خريطة العالم، بتختار البلد اللي انت مسافر ليها، وليكن مثلا تركيا أو الإمارات أو حتى أوروبا كلها. هتلاقي باقات متنوعة من أول 1 جيجا، 3 جيجا، 10 جيجا. بتختار الباقة اللي تناسب ميزانيتك وتدفع بالفيزا، أبل باي أو جوجل باي. في ثواني بيجيلك QR كود أو تفعيل مباشر. مبروك يا وحش، بقى معاك نت أول ما الطيارة تلمس الأرض. طيب ايه المميزات اللي تخليك تستخدم داتا اس اي ام وتفكك من غيره؟ أولا التوفير، اسعار ارخص بكتير من التجوال الدولي اللي بيقطم الوسط، وارخص غالبا من انك تشتري خط سياحي من المطار. ثانيا الراحة، انت بتجهز كل حاجة وانت قاعد في كنبتكم في مصر وبتوصل هناك جاهز. ثالثا رقمك المصري شغال، دي نقطة مهمة. الواتساب بتاعك ورسائل البنك كل حاجة شغالة على خطك الأساسي، والنت شغال على الإيسم، يعني مش هتنعزل عن العالم. بس عشان اكون امين معاك زي ما اتعودنا، مفيش حلو يكمل، في شوية عيوب لازم تاخد بالك منها. اول واهم عيب ان مش كل الموبايلات بتدعم الاسم. يعني لو موبايلك موديل قديم شوية، للاسف التطبيق ده مش ليك. لازم تتأكد الاول ان جهازك بيدعم الخاصية دي. تاني عيب ان اغلب الباقات بتكون داتا بس، يعني نت بس، مفيش مكالمات تليفون عادية. بس طبعا الواتساب والماسنجر والفيس تايم بيقوموا بالواجب وزيادة. نيجي بقى لفقرة صوت الجماهير. دخلت قلبت في تعليقات الناس على البلاي ستور عشان اجيب لك الخلاصة. بصراحة اغلب الناس بتشكر في سهولة الاستخدام وان النت سريع ومستقر في اغلب الدول، لكن في ناس اشتكت ان احيانا التفعيل بياخد وقت شوية او بيحصل تهنيج بسيط في الشبكة في الأماكن النائية. بس أكتر تعليق ضحكني وواخد لايكات كتير كان واحد كاتب: أخيرا سافرت ورجعت من غير ما أبيع عفش شقتي عشان أدفع فاتورة الموبايل. شكرا إنكم أنقذتوني من جشع شركات الاتصالات. الراجل ده بيمثلنا كلنا والله. ولو انت يا صاحبي من النوع القلقان وعايز بدايل، في تطبيقات تانية مشهورة زي اير الو وهولو فلاي بيقدموا نفس الفكرة تقريبا، بس داتا اسم بيحاول ينافس بقوة في الأسعار وتغطية دول أكتر. فممكن تقارن بينهم وتشوف الأوفر ليك وقت السفرية. نصيحتي ليك عشان تستخدم التطبيق صح: فعل الباقة وانت لسه عندك في بلدك، يعني قبل ما تسافر
او انت في واي فاي في المطار، تأكد انك فاتح داتا رومينج للشريحة الجديدة دي من اعدادات موبايلك عشان تشتغل. ومت خافش، مش هيحسب عليك فلوس زيادة طالما دي شريحة داتا سيم. نرجع بقى للسؤال الحلقة الغامض اللي سألته لك في الأول: ايه الحاجة اللي لو نسيتها تخسر فلوسك أكتر من التذكرة؟ الإجابة إنك بتنسى تفعل داتا رومينج بتاع خطك المحلي المصري، لأنك لو نسيت وفتحت فيسبوك دقيقة واحدة في أوروبا الفاتورة هتجيلك رقم خزعبلي يخليك تندم على اليوم اللي مسكت فيه سمارت فون. فعشان كده استخدم داتا سيم ووفر فلوسك للأكل والفسح. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك كلمتين والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد في عالم التطبيقات اللي بتسهل حياتنا. سلام يا جميل.